اكيد حصل معاك قبل كده ان انت تدخل على سوشيال ميديا بلاتفورم وتقرر انك هتشوف فيديو واحد بس، وبعد ساعه من ان انت عمال تسكرول بدات تحس ان هم بيبعتوا لك فيديوهات كانها معموله باسمك، الفيديوهات دي ليك انت بس. تعال اقول لك ده بيحصل ليه. صباح الخير، ايه الاخبار؟ في الحقيقه كل بلاتفورم انت بتدخل عليها الالجوريزم بتاعها بيبقى مهتم بثلاث حاجات بالظبط عنك. الحاجه الاولى هي انت بتحب ايه. الحاجه الثانيه هو انه يقعد يراقب تصرفاتك على الريلز المختلفه اللي انت بتتفرج عليها. والحاجه الثالثه انه يقعد يجرب عليك حاجات جديده. فمثلا لما تلاقي فيديو جديد غريب انت مش متوقع تشوفه وده مش التايب بتاعك يعني باختصار، فده مش فيديو عشوائي، لا ده اختبار نفسي بسيط علشان يعرف رد فعلك معاه يبقى شكله عامل ازاي. هل انت هتشير الفيديو مثلا؟ هل انت هتحط كومنت؟ هل هتضحك؟ وهكذا. هل هتسيبه وتقلب على طول؟ فده بيخليه يحسن كل شويه ايه الحاجات اللي يقدر يكافئك بيها لما يبقى شايف ان انت خلاص هتطلع من عنده، فيدي لك حاجه تقول لك لا انت مبسوط، انت زي الفل، يلا كمل شوف الفيديو اللي جاي. خليني اوضح لك اكتر. اللي بيحصل ان المنصه بتحاول تكافئك بالفيديو اللي انت بتحبه، وكل ما تتفاعل مع الفيديو ده كل ما هي بتتعلم عنك اكتر، وكل ما اتعلمت كل ما بقت اذكى، وذكائها ده يخليها تقدر توجه فيديوهات ليك تحس انها معموله عشانك اصلا. فهي دورة ادمان محسوبة بدقة، الموضوع مش تسلية ومش حاجة عشوائية وخلاص. في الحقيقة يعني أنا عايز أطمنك وأقول لك إن أنت مش لوحدك وأنت مش ضعيف، لكن الألجوريزم بيبقى أقوى مننا كلنا. ففي الحالة دي يعني أنا هحاول أستغل قوته دي لصالحي، في إن أنا بدل ما بسيب نفسي للي هو عايز يوريهوني، لا أنا هقرر إيه الحاجات اللي أنا عايز أعلمه يوريهاني. فتعال نجرب كده مع بعض مثلا الفترة اللي جاية إن أنت تغير نوع الكونتنت اللي بتتفرج عليه لحاجة تعليمية أو حاجة فيها وعي عالي مثلا أو كده، واتفرج كده على شكل الفيديوهات اللي الالجوريزم هيبتدي يرشحها لك. فيبقى على الاقل الوقت اللي انت بتقضيه في حاجات مفيده بالنسبه لك. يمكن انا عارف ان ده يزهقك مثلا بعد وقت لانها مش حاجات انترتينمنت او كده، بس في نفس الوقت انت هتبقى استفدت بقوه الالجوريزم في ان هو يجيب لك حاجات مخصصه للي انت عايز تشوفه. فده هيسهلك بعدين حاجات كتير. لو انت بتسيرش على حاجه مثلا ليها علاقه بالبيزنس بتاعك او بدراستك او بغيره، هيخلي ده دايما يرشح لك فيديوهات اقرب للي انت عايزه، من انه يرشح لك حاجات تخليك تقعد بالساعات مسحول وراها، وهي في الاخر مش حاجه ليها قيمه حقيقيه في حياتك. لازم تعرف ان المنصه مش بتتحكم فيك لكن انت اللي بتعلمها. فلو كان الالجوريزم اقوى منك خليك انت اذكى منه. ولو عجبك الفيديو اقترح عليا افكار نقدر نتكلم فيها خلال الفيديوهات اللي جايه.